الأميرة آمال الأطرش، أو زي ما بيتقال عليها أسمهان، بنت الأمير فهد الأطرش، حفيدة عيلة الأطرش اللي بتنتمي لجبل الدروز في سوريا، وأخت الموسيقار القدير فريد الأطرش. بعد وفاة والدها واندلاع الثورة الدرزية، سافرت لمصر هي ووالدتها وأخوها علشان يعيشوا حياة صعبة جدا، وتضطر الأم إنها تغني في الكازينوهات علشان تصرف على أولادها أسمهان وفريد لحد ما تحسنت الأحوال بعد ما دخل فريد وأسمهان عالم الفن. وبعد سنين قابلت أسمهان عرافة بتقرا الطالع، بصت في خطوط إيديها الرقيقة وفجأة ظهرت ملامح القلق على وشها، وقالت لها: انتي هتموتي في عز شبابك بسبب حادثة في مكان قريب من المية، وهتخلفي 3 أطفال مش هيعيش منهم غير بنت واحدة. عاشت أسمهان بعدها طول حياتها وهي متأكدة إن النبوءة دي هتتحقق، خصوصاً وإنها فعلاً فقدت 2 من أطفالها وما فاضلش غير بنتها الوحيدة كاميليا. أسمهان حاولت تنتحر أكتر من مرة. أول مرة كانت بتتناول كمية كبيرة من المنوم، وده كان خلال فترة جوازها من ابن عمها وأبو بنتها الوحيدة كاميليا الأمير حسن الأطرش. والمرة التانية كانت في فندق مينا هاوس بسبب الديون اللي عليها للفندق، لكن أنقذتها صديقتها ماري قلادة اللي ماتت في نفس الحادثة اللي توفت فيها أسمهان. أسمهان اتعرضت لأكتر من محاولة قتل، المرة الأولى كانت على إيد المخابرات الإنجليزية بسبب بعض المشاكل السياسية، والمرة التانية كانت على إيد جوزها الثالث الفنان أحمد سالم بسبب الأخبار اللي قالت إنها على علاقة مع أحمد حسنين باشا. كل الأحداث دي خلت ناس كتير يشكوا في إن وفاتها مش طبيعية وإنها كانت جريمة قتل مدبرة. أما النبوءة التانية في حياة أسمهان فكانت مرتبطة بمدينة راس البر اللي كانت أسمهان من عشاقها، وفي مرة قالت لصاحبتها: تعرفي أنا أتمنى إيه؟ أتمنى إن حياتي تنتهي هنا في راس البر. وقد كان، وما فاتش غير 2 سنين واتحققت أمنية أسمهان علشان تموت في عز شبابها بعد ما اتقلبت عربيتها في الترعة وهي في طريقها لراس البر علشان تتوفى في لحظتها هي وصديقتها ماري قلادة اللي كانت معاها في نفس العربية.